ناس كتير متخيله ان الشماعه دي بيتعلق عليها الهدوم فقط. لا 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 لا، بيتعلق عليها الفشل يا جماعه برضو. تخيل كده لما تبقى رئيس نادي وطالع تقول انك خسرت من الاهلي في الديربي بسبب السحر والشعوذه. فدي مش كده، مش شماعه فشل، شماعه فشل. احنا بنعلق فشلنا على الشماعه وبننشره بقى، وما شاء الله عندنا شماعات كتير او عندنا فشل كتير. يعني بدل ما تطلع تشوف اسباب ايه ده، بدل ما تطلع تشوف اسباب خساره فريقك في المباراه، وبدل ما تطلع تحاسب المقصر، طالع انت كرئيس نادي بتمثل النادي، ودي العقليه اللي بتدير النادي، تقول اصل الزمالك خسر من الاهلي بسبب السحر والشعوذه. لا حول ولا قوه الا بالله. الاغرب من الكلام ده ان في ناس بتصدقه في 2023، وفي ناس بتصدقه. ولو سالتك دلوقتي يا عزيزي المتابع، هل انت عمرك شفت رئيس نادي في العالم، رئيس نادي في العالم كله، في العالم، في الكره الارضيه، في المجره، في الكون، بيطلع يقول اصل انا خسرت بسبب السحر والشعوذه؟ عمرك شفتها بجد والله؟ ولو شفتها يا ريت تقول لي شفتها فين، يعني عشان بس ما بقاش انا ظالم الشخص التاني ده، فيا ريت لو شفتها تقول لي شفتها فين. كل مره مع كل خساره تطلع تقول نفس الكلمتين، سواء قدام الاهلي او غيره. السنه اللي فاتت في ماتش انبي والطلع لما خسرنا الموسم الماضي، طلعت قلت اصل استاد القاهره معمول عليه سحر واعمال، واللعيبه بتشوف معرفش اشباح في الملعب، واللعيبه بتفكر تفكيرات غريبه، وفي دلوقتي حاجات بتخلي فيريرا يشوف حاجات ايه ده؟ ايه ده بجد والله العظيم؟ يعني ايه ده؟ والله العظيم ده يقول لك قد ايه ان احنا رايحين في 60 داهيه. تخيل ان دي العقليه اللي بتدير النادي، والناس بتستغرب هو ليه الزمالك بيحصل فيه كده؟ ده اقل واجب سيدي الفاضل، والله العظيم ده اقل واجب. ما طول ما انت بتفكر كده هيفضل النادي من فشل لفشل. يعني طول ما انت بتفكر كده هيفضل النادي من فشل لفشل، لانك ما بتحاولش تحل المشكله، انت بتوجد مبررات للفشل اللي انت فيه. ويجي واحد يقول لك هو ليه الزمالك بيحصل فيه كده؟ او انا تعب نفسي اقول لك هو ليه الزمالك بيحصل فيه كده؟ ما هو تخيل ان دي العقليه اللي بتدير نادي الزمالك. تخيل انت النهارده طالع تقول في مؤتمر صحفي يا جماعه انا خسرت بسبب السحر والشعوذه، يبقى ما تحاسبش اللعيبه. يبقى انا مكان اللعيبه دلوقتي، انا لو مكان اللعيبه واتخصم عليا، هو المفروض ان هو خصم على اللعيبه بسبب الخساره من النادي الاهلي. انت بتخصم عليا ليه؟ اصل الجن وانا بشوط الكوره ماسك رجليا يا سياده المستشار. والله العظيم همي يضحك وهمي يبكي، همي يضحك وهمي يبكي. بس عمرك انت شفت رئيس نادي يطلع يقول انا خسرت الديربي او خسرت من المنافس بتاعي بسبب ان معمول لي سحر واللعيبه معمول لها اعمال عند مش عارف ايه ده؟ والمشكله انك بتكرر ده كل مره، يعني المشكله انك بتكرر نفس التجربه، فالمحصله واحده في النهايه. الزمالك في المركز الخامس، الزمالك بطل الدوري في المركز الخامس. الزمالك بطل الدوري النسخه الماضيه، اخر نسختين، النسخه الماضيه والقبل الماضيه، الزمالك في المركز الخامس بعد فوز المقاولين العرب على الداخليه 2-1 في الوقت القاتل، وبعد خساره الزمالك من الاهلي اصبح رسميا الزمالك في المركز الخامس. الزمالك مهدد الموسم القادم انه ما يلعبش في اي بطوله افريقيه، لا في دوري الابطال ولا في الكونفدراليه، لانك من الصعب جدا جدا انك تنهي الدوري في 30/6 او قبل 30/6. فايه اللي هيحصل بقى؟ بقول لك من دلوقتي، بقول لك من دلوقتي بتاريخ الفيديو 23 يناير 2023، 23/1/2023. والله تاريخ مميز، اسمع مني وركز كويس. الدوري صعب جدا ينتهي في 30/6، فايه اللي هيحصل؟ قلتها لك قبل كده وهكررها لك تاني، الاتحاد الافريقي هيكلم الاتحاد المصري، الو لو سمحتوا عايزين اسماء الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه سواء في دوري الابطال او في الكونفدراليه. فاتحاد الكره المصري انا مش عارف اقفل المسابقه، مش عارف المسابقه هتخلص امتى. طب بقول لك انا ابعت لك الاسماء بناء على ترتيب جدول الدوري المصري بنهايه الدور الاول. الزمالك بقى حتى الان في المركز الخامس وعنده 3 ماتشات عشان الدور الاول ينتهي. عنده ماتش غزل المحله، عنده ماتش فيوتشر، عنده ماتش فاركو. تفتكر الزمالك هيكسبهم؟ تفتكر الزمالك ممكن يشارك؟ بدل ما تبقى انت رئيس النادي اللي بتشوف مصلحه النادي، لا انت بتدي مسكنات، مش مسكنات، انت بتخدر الناس، بتخدر ايه ده؟ انا مش لاقي لها مسمى والله، ما اعرفش ده تخدير وايه ده بجد والله العظيم. انت بتعمل ايه؟ طالع تقول اعمال وسحر وشعوذه؟ محدش بيتكلم عن المشاكل اللي نادي الزمالك وقع فيها بسبب اللي ماسكين نادي الزمالك. محدش بيتكلم عن المشاكل اللي في نادي الزمالك بسبب اللي ماسكين نادي الزمالك، وبنرجع نقول اصل احنا مظلومين، واصل اتحاد الكوره، واصل ما اعرفش ايه، واصل لجنه المسابقات ونرجع نقول ما اعرفش ايه. بيبقى في جزء مظلوميه، لكن في جزء تاني احنا السبب فيه، احنا اللي بنجيبه لنفسنا بنفسنا. صح ولا مش صح؟ صح؟ اكيد صح. نفسي نكون عندنا اداره قويه، اداره ما بتتكلمش عمال على بطال، اداره عارفه مصلحه النادي بجد،
اداره ما بتحبش الظهور لمجرد الظهور وحب الشو، حب الظهور. اداره عارفه امتى تطلع تتكلم وامتى تسكت. اتعلم يا عم، والله مش عيب تتعلم، اتعلم. الواحد بيموت وهو بيتعلم، انت مش كبير انك تتعلم. اتعلم امتى تطلع تتكلم وتتكلم تقول ايه. ما تبقاش انت اللي طلعت وقلت ان فتوح وعبد الله جمعه بيشربوا ما اعرفش ايه، وترجع بعد كده تقول اللي قال ان هم بيشربوا هحبسه. طب ما انت اللي قلت، انت اللي فتحت علينا الباب ده، وطلع تشتكي وطلع تقول وخسرتنا اهم لعيب. الزمالك بيلعب بقاله 3 ماتشات من غير باك شمال. مره حمزه المسوسي بيلعب ومره بتنزل سيد نيمار في الشمال والدنيا بايظه بسبب ان انت طلعت تتكلم. صح ولا مش صح؟ اتمنى بجد والله الناس تفهم الفيديو، واتمنى لو حد فعلا يعرف مين رئيس النادي اللي بيعمل كده في العالم يعرفني، يمكن ارتاح. لو وصلت لنا في الفيديو صلي على النبي وقول يا رب، وبس كده. سلام عليكم.